إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظات انتشال سيارة معدية أبو غارب، واللي للأسف سقطت صباح اليوم في الساعة 8 صباحا ما بين مركز أشمون في محافظة المنوفية وما بين محافظة الجيزة. احنا موجودين الآن زي ما انتم شايفين في المشهد أمامكم. اللانشات موجودة، لحظات استخراج الوفيات. يعني الأهالي كلهم هنا متجمعين بسيارات الإسعاف. هي سيارة أجرة يعني تم استخراجها قبل قليل في الجهة الأخرى من محافظة الجيزة. عدد من كانوا داخل السيارة 26 فتاة. توفى للأسف منهم 15 صعدوا تم انتشالهم، وباقي 3 تحت المياه. يعني كله 18 متوفى من العربية. 8 أشخاص فقط اللي خرجوا أحياء وانتقلوا إلى المستشفيات القريبة هنا في محافظة المنوفية ومحافظة الجيزة. أما زي ما انتم شايفين الآن لسه في 3 جاري تمشيط المكان والبحث عن جثامينهم في منطقة الغرق هنا ما بين محافظة الجيزة ومحافظة المنوفية. لحظات صعبة الحقيقة هنا من الأهالي. النساء هنا متجمعين أسفل الكوبري اللي بيتم إنشاؤه حديثا. يعني كل الأهالي ما بيكتشفوا حالة وفاة بيتحرك الأسرة الخاصة بالمتوفاة بنتهم. هم كلهم فتيات طبعا، بيشتغلوا في المصانع من الجهة الأخرى بمحافظة الجيزة لتعبئة الفاكهة. فين محمود عبد السلام؟ الحقيقة الأهالي متجمعين في الجهتين، تواجد شرطي بشكل مكثف. كمان شايفين يعني قوارب خاصة بالصيادين بيحاولوا يساعدوا في أعمال التمشيط هنا، إلى جانب طبعا فرق الإنقاذ النهري. بيتم طبعا عمل دوائر بشكل سريع جدا في المية لتقليبها في حال لا قدر الله لو الجثامين عالقة أسفل المياه في أي شيء من الشعب أو أي شيء موجود أسفل المياه. التمشيط لازال جاري، لازال هناك 3 جثث لفتيات أسفل المياه. هنا منطقة القطة زي ما انتم شايفين كده. سيارات الإسعاف كل يعني 5 دقايق تقريبا بتيجي سيارة إسعاف تطلع جثة وتنتقل بيها إلى مستشفى. لازال طبعا هناك إجراءات عديدة بيتم اتخاذها بخصوص انتشال الجثامين وتصاريح الدفن. حادث الحقيقة صعب جدا. لازال طبعا أعمال البحث جارية عن 3 من المفقودين أسفل المياه. كل الأهالي كل الناس الحقيقة موجودة هنا في معدية أبو غالب. الحقيقة مش أول وقعة لحوادث الغرق، ليست بأول واقعة. دائما ما يكون هناك مشاكل في أعمال المعديات. يمكن المكان ده تحديدا بيجري فيه إنشاء كوبري زي ما انتم شايفين هيصل ما بين الجهتين. يعني المنطقة كانت في إطار تطوير أو إطار إصلاح في أعمال الانتقال ما بين محافظة المنوفية ومحافظة الجيزة. ولكن طبعا في أثناء هذه الفترة الفتيات هنا من مركز أشمون المدنية أكثر أو المصانع أو الأماكن اللي فيها عمل بالجهة الأخرى في محافظة الجيزة، فاضطروا طبعا لركوب سيارات الميكروباص والذهاب إلى المصانع للعمل منذ الصباح وحتى مساء اليوم في تقفيص أو جمع الفواكه وتعبئتها لتكون جاهزة للبيع. ده أعمالهم اللي دايما يكونوا شغالين فيها، بينتقلوا صباح كل يوم. ولكن للأسف سيارة ميكروباص
المفروض كانت سيارة ميكروباص بيضاء كانت أمامنا في بداية اللايف، سقطت داخل المياه أثناء وجودها على المعدية، وللأسف يعني توفى 18 من ركاب السيارة، 15 تم انتشالهم، 3 لازالوا في المياه، 8 تم إنقاذهم ويتلقوا الرعاية الطبية الآن في المستشفيات القريبة من المكان. في الصورة كما يظهر أمامكم الصيادين بيحاولوا يساعدوا فرق الإنقاذ النهري في محاولة البحث على طبعا جثة يعني تظهر أعلى المياه. ليس الحادث الأول. لا مش دلوقتي، الجو حار. اسمع بس، روح شطف وريح، ماشي، ريح لك شويه والعصر كده قوم ذاكر براحتك. دعواتكم لي الأهالي أن يربط على قلوبهم، نقولوا يعني ويجدوا ضحاياهم اللي زالوا موجودين دلوقتي داخل المياه. في ميكروباص بنات وفي شباب، الناس قاعده دلوقتي مش عارفه مين اللي مات ومين اللي حي. الناس قاعده دلوقتي زي ما انت شايف حضرتك كده، قاعدين مش عارفين يا ميتين يا صحيين.